بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب سنة أولى إعدادي، إن شاء الله النهاردة يا ولاد الفيديو بتاعنا على شرح الدرس الثالث اللي هو درس الكواشف والأملاح. احنا هنشرح إن شاء الله من كتاب الأضواء. حبيت أغير لكم النهاردة شكل الشرح شوية، هشرح لكم من الكتاب. يلا نبدأ يا ولاد. في بداية الدرس بيقول لنا يا ولاد إن احنا أي مادة كيميائية في المعمل لا ينفع نشمها ولا ندوقها ولا نلمسها. ليه بقى؟ قالك لأن المواد ده ممكن تكون أحماض حارقة أو قلويات كاوية. ماشي، قلويات كاوية يا ولاد يعني زي مية النار كده، ممكن تنزل على البني آدم لو وقعت عليه تحرق جلده. ماشي، أو زي ما انت شايفها كده بيقولك هنا زي احتراق السكر كده، ممكن تحرق الإيدين بالظبط. ليه؟ أي مادة كيميائية في المعمل ما تلمسهاش ولا تشمها ولا تدوقها ولا تذوقها. طيب احنا اخدنا في الدرس اللي فات يا ولاد الأحماض وخدنا القلويات، صح؟ واخدنا ان الأحماض هي مواد عند ذوبانها في الماء تعطي أيونات الهيدروجين الموجبة تحمر ورقة دوار الشمس الزرقاء. والقلويات هي مواد عند ذوبانها في الماء تعطي أيونات ال OH السالبة وبتتميز اللي هي بتزرق ورقة عباد الشمس الحمراء. طيب النهاردة عايزين نعرف لو أنا قدامي محلول في كوباية وانا مش عارفة المحلول اللي قدامي ده هل هو حمض ولا هل هو قلوي، هعرف ازاي؟ قالك باستخدام مادة كيميائية اسمها الكواشف او الادلة الكيميائية. الادلة الكيميائية يا ولاد ممكن نسميها الكواشف. ماشي، ودي بعض الاجهزة او الادوات او الحاجات اللي بنستخدمها عشان نفرق المحلول اللي قدامنا اللي هو المجهول ده هل هو حمض ولا هل هو قلوي ولا هل هو ولا اي حاجة من دول، مادة متعادلة. فقال لك الأدلة الكيميائية هي مواد يتغير لونها في الوسط الحامضي عن الوسط القاعدي. ماشي، احنا اخدنا يا اولاد في الدرس اللي فات صبغة دوار الشمس. صبغة دوار الشمس يا اولاد او دليل دوار الشمس زي ما انتم شايفين كده يا اولاد عبارة عن ورقتين، ورقة لونها ازرق وورقة لونها احمر. ماشي، طيب بيقولك هنا هات الورقتين وحط كل ورقة، بيقولك اغمسها الاول في حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليك. ماشي، وبعد كده اغمسها في هيدروكسيد الصوديوم. هيحصل ايه بقى؟ ورقة دوار الشمس يا ولاد دي بتستخدم للتفرقة بين الأحماض والقلويات، حيث أن لونها يتغير في الحمض من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر. يعني أنت لو جبت ورقة دوار الشمس الزرقاء ده وحطيتها في محلول حامضي هيتغير لونها يبقى أحمر. طب يا مس لو حطيناها في محلول احنا مش عارفين هو حامضي ولا قاعدي ولونها ما اتغيرش فضل زي ما هو ازرق، معنى كده ان المحلول اللي انت حاطط فيه الورقه ده محلول قاعدي لان لونه ما اتغيرش. طب لو جبت ورقه حمراء وحطيتها في محلول انا مش عارفه هو ايه وازرق، ماشي، يبقى المحلول ده محلول سوري انا عكست هنا يا اولاد. اللي هنا اللي هو الكشف الاحمر هيتحول للازرق. ماشي، ده في وجود الماده القاعديه. انما هنا هيفضل ازرق زي ما هو في وجود الماده القاعديه. طب هنا الاحمر هيتحول يبقى ازرق في الماده القاعديه. طب لو فضل اللون احمر زي ما هو ما اتغيرش يبقى الماده اللي دي قدامنا ماده حمضيه، مش هتغير لون الكاشف. ماشي، طب يا مس احنا خدنا في الدرس اللي فات ان احنا عندنا احماض قويه زي الهيدروكلوريك واحماض ضعيفه زي الخليك. هل ورقه دوار الشمس تقدر تعرفني اذا كان الحمض ده قوي ولا ضعيف؟ قال لنا لا، هي ورقة دوار الشمس كل وظيفتها تقول لك هل ده حمض ولا قاعدة بس، لكن ملهاش دعوة بقى الحمض ده قوي ولا ضعيف. ليه بقى؟ قال لك لان هي في كلتا الحالتين هتديك اللون الاحمر، يعني اللون ما بيختلفش، هو لون احمر سواء الحمض ده قوي او سواء الحمض ده ضعيف. اللي يقدر بقى يحدد لك الموضوع ده دليل تاني هناخده دلوقتي اسمه دليل يونيفرسال. ماشي، وجدوا بقى يا اولاد ان محاليل الاحماض بتغير لون شريط دوار الشمس الازرق للاحمر. طيب الاحمر لو حطيناه على الاحماض مش هيجرى له حاجه، مش هيتغير. طب محاليل القلويات هتغير لون شريط دوار الشمس الاحمر الى الازرق. طب لو حطينا هنا شريط ازرق على محاليل القلويات مش هيحصل حاجه. يبقى الاحماض لا تؤثر الا على الشريط الازرق، والقلويات لا تؤثر الا على الشريط الاحمر. طيب في حاجه اسمها محاليل متعادله. يعني ايه محاليل متعادله يا اولاد؟ يعني لا بتاثر على الورقه الحمراء ولا على الورقه الزرقاء، بتسيب اللون الاحمر زي ما هو وتسيب اللون الازرق زي ما هو. واشهر حاجه هنا يا اولاد هو الماء المقطر او الميه. ماشي، دي لا تغير لون شريطي دوار الشمس. طب ليه يا مس الميه ملهاش تاثير على ورقه عباد الشمس؟ والله قال لكم يا اولاد لان الاحماض هي اصلا بتحمر ورقه عباد الشمس بسبب ايونات الهيدروجين الكتيره اللي فيها.
الهيدروجين فيها كتير قوي عالي. طيب والقلويات ال OH فيها هو اللي عالي قوي. طيب الماء المقطر بقى الاتنين قد بعض. يعني المية يا ولاد لما بتتفكك بتدينا H موجب و OH سالب، والاتنين نسبتهم قد بعض، يعني مفيش فيه حاجة اكتر من التانية. انتوا عارفين لو كان الهيدروجين اللي كتير كنا قلنا ده مادة حمضية، لو ال OH اللي كتير كانت مادة قاعدية، لكن دول الاتنين بيساووا بعض، فده بيسموه محلول متعادل. والماء المقطر متعادل التأثير على لون دوار الشمس. ليه بقى؟ لتساوي عدد ايونات الهيدروجين الموجبة مع ايونات الهيدروكسيد السالبة. يعني ال H بيساوي ال OH، ال H الموجب بيساوي ال OH السالب. طيب لا يصلح دليل دوار الشمس للتمييز بين الأحماض القوية والأحماض الضعيفة. ليه؟ لأنه في كلتا الحالتين هيدي نفس اللون اللي هو اللون الأحمر. قالك لأنه يكون معهما نفس اللون الأحمر. طب لو أنا يا عايزة أعرف هل الحمض قوي ولا ضعيف، أعرف منين؟ من الدليل ده يا ولاد، اللي هو بيسموه دليل يونيفرسال. دليل يونيفرسال ده يا ولاد منه شرايط ومنه صبغة، ماشي، وبيستخدم للتفرقة بين الأحماض والقلويات، أو بين الأحماض وبعضها، يعني الأحماض القوية والأحماض الضعيفة، وبين برضو القلويات القوية والقلويات الضعيفة. وطبعا ده أدق وأحسن بكتير من صبغة دوار الشمس. هي دوار الشمس تفرق لك بين الحمض والقاعدي بس، ملهاش دعوة من القوي ومن الضعيف، ماشي. طب احنا بنستخرج الاصباغ دي اصلا منين يا مس؟ معظمها يا اولاد بتستخرج من النباتات. يعني هو ذاكر لك في الدرس الخس الاحمر او الكرنب الاحمر اللي هو الكابوتشي ده بنستخرج منه صبغه اسمها صبغه الكرنب الاحمر، ماشي. طيب ايه اللي بيميز الصبغات؟ اللي لونها بيتغير باستخدام نوع المحلول اللي انت بتستخدمه. يعني ممكن لو هو حمضي يغير للاحمر، لو قاعدي يتغير للازرق، ماشي يا اولاد. طب جايب لنا هنا يا اولاد جدول كده وبيقول لك انا عندي نبات اخدت منه صبغ قرمزي، وجدت اللي هو في الحمض بيتحول يبقى ارجواني وفي القلوي يبقى اخضر. النبات اكس اهو، مش عارفين النبات ده ايه، بس لون الصبغ اللي استخرجناه منه لونه اخضر. لما حطيناه في الحمض بقى اصفر وفي القلوي يبقى اصفر. ينفع ده يا اولاد يستخدم كدليل؟ طبعا ما ينفعش. هو الدليل لازم اما يستخدم يبقى فيه لون مختلف ليه في الوسط الحامضي عن الوسط القاعدي، زي دول كده، ماشي. هنا احمر وهنا اخضر، نقدر نفرق ما بينهم. لكن هو لو بدي اصفر في الحاله الحامضيه واصفر في الحاله القاعديه، انا هعرف منين بقى نوع الحمض؟ فبيقول لك هنا من النبات هنا الذي لا يصلح الاستخدام كدليل. طبعا ده النبات اكس يا اولاد، لان بيدي نفس اللون في الوسط الحمضي وفي الوسط القاعدي، ماشي. هو جايب لك هنا برضه اهو الكرنب الاحمر، وقال لك ده بنستخرج منه بعض الكواشف. طيب بيقول لكم برضه يا اولاد ان الكواشف او الادله الكيميائيه مش بتستخدم بس للكشف عن حامضيه وقاعديه المحاليل، ده احنا ممكن نكشف بيها كمان عن حامضيه وقاعديه الغازات. ما هو الغازات يا اولاد منها غازات حمضيه ومنها غازات قاعديه، وفي منها غازات ملهاش تاثير، ماشي. طيب بيقولك يمكن استخدام شرائط الأدلة للكشف عن حامضية وقاعدية الغازات. بس قبل ما تيجي مثلا لو أنا عندي أنبوبة فيها غاز وأنا عايز أعرف الغاز ده حمضي ولا قاعدي، هقرب له ورقة دوار الشمس، حمراء أو زرقاء ما تفرقش، بس لازم قبل ما أقربها من الأنبوبة أبللها، ماشي. ليه بقى؟ قالك عشان ندوب الغازات اللي طالعة ده، ماشي، عشان الغازات تذوب في المية ده اهي وتكون محاليل، حيث ان الادله الكيميائيه لا تعمل الا في وجود وسط مائي. يعني ما ينفعش نكشف عن حمضيه او قاعديه اي غاز الا ما ندوب الاول، يبقى في صوره يا اولاد؟ في صوره محلول. طيب امثله على كده يا مس؟ احنا هنجيب يا اولاد غاز ثاني اكسيد الكربون وهنحطه في انبوبه، او هو موجود في انبوبه، وهنقرب منه ورقه دوار الشمس يا اولاد مبلله، لازم تكون مبلله بالميه، ماشي. هيحصل لها ايه بقى؟ قالك وجدنا ان قربنا ورقه دوار الشمس ليه الغاز بتاع ثاني اكسيد الكربون، اللون بتاعها اتحول للون الاحمر، وده معناه ان غاز ثاني اكسيد الكربون ده زي الاحماض، يعني بيحول الصبغه للون الاحمر، فطبعا ده بيسموه غاز حامضي. ليه حامضي؟ لانه يغير لون شريط دوار الشمس الى اللون الاحمر. طيب هنا جبنا غاز تاني اسمه غاز النشادر او ال NH3، قربناه من فوهة انبوبة، قربنا منه ورقة دوار شمس مبللة بالمية، فوجدنا ان لونها تحول للون الازرق. يعني ده اشتغل بالظبط زي القلويات يا اولاد، بيزرق ورقة دوار الشمس، ده معناه ان غاز النشادر غاز قاعدي. والحتة دي مهمة ان شاء الله وتيجي في الامتحانات. يبقى من امثلة الغازات الحمضية
غاز ثاني أكسيد الكربون. من الغازات القاعدية غاز النشادر، اللي عرفنا ده غاز حامضي حول ورقة دوار الشمس من اللون الأزرق للأحمر، إنما النشادر من الأحمر للأزرق. في غازات بقى يا ولاد لو قربنا لها ورقة دوار الشمس ما بتغيرهاش خالص، بتسيب الأحمر زي ما هو وبتسيب الأزرق زي ما هو. زي إيه؟ غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين وغاز النيتروجين. ده بنعتبرها بالظبط زي المادة المتعادلة أو زي المية، مادة متعادلة ما بتأثرش على ورقة دوار الشمس. في غاز بقى يا ولاد عايزة أقولك لو قربت له ورقة دوار الشمس بيمحي اللون بتاعها، يعني بيخليها بيضة، بيشيل اللون الأحمر واللون الأزرق، اللي هو غاز الكلور. عايزاكم تحفظوه، غاز الكلور يزيل لون صبغة دوار الشمس نهائيا، يعني بيشيل منها اللون بتاعها. ماشي. يبقى من الغازات الحامضية ثاني أكسيد الكربون، من الغازات القاعدية النشادر. طب من الغازات المتعادلة اللي ملهاش تأثير أكسجين هيدروجين نيتروجين. طب اللي بيزيل لون دوار الشمس خالص يا ولاد هو غاز الكلور. طيب بيقولك هنا يا ولاد عندنا زهرة حلوة أوي اسمها زهرة نبات الكوبية. زهرة نبات الكوبية دي يا ولاد لون الأزهار اللي بتطلعها بيختلف على حسب التربة اللي بتتزرع فيها. يعني لو زرعناها في تربة حمضية بتطلع أزهار حمراء زي ما انت شايفها كده، لو اتزرعت في تربة قاعدية تدينا أزهار زرقاء زي دي. يبقى من النبات يا ولاد اللي بتغير لون أزهاره على حسب نوع التربة نبات اسمه نبات الكوبية. يتلون أزهاره باللون الأحمر عند زراعته في تربة حمضية، ويتلون أزهاره باللون الأزرق عند زراعته في تربة قاعدية. طب يا مس لو أنا عندي تربة حمضية وعايزة أقلل الحمضية بتاعتها أعمل إيه؟ أحط عليها مادة قلوية يا أولاد أو مادة قاعدية. احنا أخدنا في الدرس اللي فات إن الحمض زائد القاعدة يدينا ملح زائد ماء. طب أنا عايزة أقلل الحمضية أحط مادة قلوية زي إيه يا أولاد؟ زي قالك مادة اسمها هيدروكسيد الكالسيوم. المادة دي بتتحط دايما على التربة الحمضية عشان تقلل حموضة التربة، تقلل حموضة التربة. ماشي. طيب تالت استخدام بقى يا ولاد او تالت طريقه بنحدد بقى حمضيه وقاعديه المحاليل حاجه بيسموها يا ولاد مقياس الاس الهيدروجيني، وده بالنسبه لي اهم واحد وهيفضل معاك على طول حياتك. مقياس الرقم الهيدروجيني ده يا ولاد عباره عن تدريج. ماشي. اولا في جهاز لقياس الرقم الهيدروجيني، الجهاز ده بيسموه جهاز قراءه بي اتش ميتر. اسمه جهاز يا ولاد قراءه، زي ما انتوا شايفينه كده، اللي هو ده اهو شبه الريموت كده ونازل منه سلك بأنبوبة كده، تتحط في أي محلول أنت عايز تعرفه. وبعد كده يا ولاد المحلول ده بيتكتب هنا على الجهاز رقم، الرقم ده هو اللي بيعرفك هل المحلول ده حمض ولا قاعدي ولا متعادل. اللي اكتشف الجهاز ده يا ولاد عالم اسمه العالم سورينسون. سورينسون اكتشف الجهاز ده يا ولاد، اخترعه وقال لك انا هعمل مقياس لقياس حمضية او قاعدية المواد. المقياس ده يبدأ من اول 0 لحد 14، وفي نصه هحط بالظبط هنا 7. لو القراءة بتاعت جهاز البي اتش ميتر من اول 0 لحد 6.9 يبقى الوسط ده او المحلول ده محلول حامضي. ماشي. طب لو 7 بالظبط يبقى ده محلول متعادل. طب لو 7.1 لحد 14 يبقى ده محلول قاعدي. ماشي يا ولاد. وسمى الجهاز ده بجهاز قياس بي اتش ميتر. طبعا اتش جاي من هيدروجين، البي اتش هو جهاز قياس الرقم الهيدروجيني، وهو مقياس مدرج من 0 ل 14 يعبر عن درجة حامضية أو قاعدية أو تعادل المحاليل. يبقى يا ولاد جهاز قياس الرقم الهيدروجيني أو البي اتش ميتر هو جهاز عليه تدريجات من 0 ل 14 بيحدد إذا كان المحلول حامضي ولا قاعدي ولا متعادل. من 0 ل7 حامضي، 7 بالظبط متعادل، من بعد 7 لحد 14 ده وسط قاعدي. مع ملاحظة بقى يا ولاد إن أقوى حمض هو اللي رقمه 0، بينما اللي أقوى قاعدة هي اللي رقمها 14. يعني إيه؟ يعني أنا وأنا رايحة يا ولاد من 0 ورايحة ناحية 7 الأحماض بتبدأ تبقى ضعيفة. يعني اللي رقمه 0 أقوى من اللي رقمه 1، واللي رقمه 1 أقوى من اللي رقمه 2، واللي رقمه 2 أكبر من رقمه 3، واللي رقمه 3 أكبر من رقم 4، وهكذا. أضعف حمض هو اللي رقمه 6.9 ده أوحش واحد. طب القاعدية بقى العكس بالظبط، يعني القاعدي اللي رقمه 7.1 ده قاعدي ضعيف جدا. طب طلعت ل8 أقوى
طلعت ل9 اقوى كمان، طلعت ل10 اقوى واقوى لحد ما اوصل لاقوى حاجه اللي هي رقم 14. هو عامل لك اهو يا ولاد عند الوسط المتعادل البي اتش ب7 بيكون جهاز الرقم الهيدروجيني لو بنستخدم شرايط لونه اخضر زي ما انتم شايفينه كده. طيب يا ولاد لو قللنا عن ال7 ورحنا ناحية الصفر الحمض يبدأ يبقى قوي. خلي بالكم الحتة دي، وانا رايحة ناحية الصفر الحمض بيبقى قوي، وانا رايحة ناحية ال7 الحمض بيبقى ضعيف. انما في القلويات وانا بادئة من ال7 ورايحة ناحية ال14 كده القلوي بيبقى قوي، لكن من ال14 وراجعة لل7 يبقى كده قاعدي ضعيف، مادة قاعدية ضعيفة. ماشي. وقال لك قيمة الرقم الهيدروجيني الأحماض أقل من 7. طيب قيمة الرقم المحاليل المتعادلة والماء المقطر 7. طيب للقلويات أكبر من 7. طب تزداد قوة المحلول الحامضي كلما اقتربت البي اتش من 0. ماشي. يعني هنا يا ولاد لو جينا نتكلم عن درجة الحموضة وعن البي اتش المفروض كنا نعكس، خلينا نعكسها أحسن. يعني لما نيجي نقارن بين البي اتش والحموضة المفروض يا ولاد كل ما بنقلل البي اتش الحموضة بتزيد، يعني العلاقة هنا علاقة عكسية. انما في حالة القلويات كل ما بنزود البي اتش القاعدية هي كمان بتزيد، يعني العلاقة هنا علاقة طردية، كل ما بزود البي اتش القاعدية بتزيد، انما كل ما بزود البي اتش الحمضية بتزيد. ماشي. طيب بيقولك هنا بينما تزداد قوة المحلول القلوي كلما اقتربت من 14. يقاس الرقم الهيدروجيني المحاليل مباشرة بدقة باستخدام جهاز اسمه جهاز بي اتش ميتر، بي اتش ميتر، واللي اكتشف الجهاز ده العالم سورينسون. طيب شريط دلالة اليونيفرسال بقى يا اولاد، وقال لك ده بنقدر من خلاله نحدد اذا كان الحمض ده حمض قوي ولا حمض ضعيف، والقاعدي ده هل قاعدي قوي ولا هل قاعدي ضعيف. يعني جايب لك هنا المقياس بيقول لك 1 ده زي حمض المعدة اللي هو ال HCl، 2 اضعف منه شوية زي الحمض اللي في الليمون، 3 حمض اضعف شويتين زي الحمض اللي في العنب، 4 زي الطماطم، 5 زي الموز، 6 زي اللبن، 7 الوسط المتعادل ماء مقطر. وهتلاقي الماء المقطر لونه اخضر، واللي تحتيه اخضر فاتح، اخضر فاتح كمان، اصفر، اورنج احمر، اقوى حاجة اللي هو الاحمر اللي هو رقمه 0. طب واحنا ماشيين ناحية القاعدي 8 زي مادة قاعدية زي البيض، 9 زي صودا الخبيث اللي هو البيكنج باودر، 10 زي الصابون السائل، 11 زي النشادر، 12 زي المبيض، 13 زي افران الغازات، واقوى حاجة اللي هو رقم كام يا اولاد 14. طب ما يقول لك ما اقوى ماده قلويه وما قيمه بي اتش لها. اقوى ماده قلويه يا اولاد هو جايب لنا مثال عليها اللي هو منظف افران الغاز، منظف افران الغاز، وما قيمه البي اتش لها ب13. طب ما اقوى ماده حمضيه، اقوى حاجه حمضيه يا اولاد هي حمض المعده. طيب وما قيمه البي اتش لها، البي اتش لها ب1. قارن بين حمضية العنب والطماطم مع التفسير. بصوا كده على العنب يا اولاد ب3 انما الطماطم ب4. ماشي. يعني من اللي اقوى؟ طبعا العنب اقوى من الطماطم. ماشي. هنقول العنب اكثر حامضية من الطماطم. ليه؟ عشان كل ما بنزود قيمة البي اتش بيضعف الحمض. قارن بين قلوية صودا الخبيث ومحلول النشادر. هتقول لي صودا الخبيث ب9، والنشادر ب10. من الأقوى طبعا النشادر. ماشي. ليه بقى؟ لأنه بزيادة البي اتش في الحالة القاعدية تزداد شدة القاعدية، تزداد شدة القاعدية. ماشي. بيقولك هنا بقى يا اولاد ان البي اتش بتاعت مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بتختلف. يعني البي اتش بتاع الشامبو المستخدم في علاج الشعر الجاف بيستخدم عن البي اتش بتاع الشامبو اللي بيستخدم في علاج الشعر الدهني. ماشي يا اولاد. واحنا ممكن بقى نعرف اذا كانت المواد دي حلوة ولا وحشة من حيث البي اتش بتاعتها. لو فهمتوا الدرس يا حبايبي لايك وشير، واي حد ليه طلب يطلب مني في الكومنتات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو بيه. اشوفكم ان شاء الله في بقية الدرس ده في الفيديو الجاي اللي هو الاملاح. باي باي.